بيبدأ الفيلم بالأميرة الصغيرة اسمها ميريدا اللي بتكون بتلعب مع مامتها الملكة إلينور، وبنعرف إن عيد ميلادها النهاردة. وبيجي باباها وبتكون ميريدا عايزة تلعب بالسهم بتاعه، ولكن بيفاجئها بسهم صغير هدية. بتفرح جدا وبنشوفها وهي بتجرب، لكن بتفشل. وبعدها مامتها بتقولها تروح تجيب السهم، ولما بتدخل الأميرة الغابة بتلاقي ضوء أزرق، وبيكون اسمه الضوء اللي بيرقص، وبنعرف إنه مشهور بالاسم ده. وبتحاول الأميرة تمسكه، ولكن بيختفي. ترجع لمامتها وبتحكي لها إنها شافت الضوء اللي بيرقص، وساعتها بتقول لها إن الناس بتقول إن الضوء اللي بيرقص ده بياخدنا لمصيرنا. ولكن باباها بيتريق، وبنعرف إنه مش مقتنع بالسحر. وفجأة بيظهر دب أسود اسمه موردو، بيحاول يهجم عليهم، ولكن الملكة بتجري بمردة. والملك في اليوم ده عرفنا إنه خسر رجله في صراعه مع الدب، ولكنها اتحولت لأسطورة. والأميرة بتكبر وبتبدأ تحكي عن حياتها، وإنها بقت أخت لتلات توائم وإنهم شقاي جدا. وبتبدأ تتكلم عن نفسها إنها خلاص بقت أميرة كبيرة وعندها مسؤوليات ولازم يكون شكلها دايما كويس. وبتشتكي من مامتها اللي دايما بتتدخل في حياتها. وبيظهر هنا إن الأميرة مش عاجبها الوضع ده ولا شغل الأميرات، وإنها دايما عشان أميرة لازم تكون بتحاول توصل للكمال. وعلى النقيض تماما بيكون في يوم لماريدا بتخرج من قوقعة الأميرة وبتعمل لنفسها فيه، وبيظهر لنا إنها بتحب الرماح جدا وبقت شاطرة فيه قوي، وبتروح الغابة تتدرب عليه. وبيكون عندها شغف للمغامرات والحاجات المجنونة، عكس اللي المفروض تكون عليه الأميرة إطلاقًا. وبييجي وقت الغدا وكلهم بياكلوا، وبيحكي الملك لولاده عن قصة الدب مارد، وميريدا بتدخل تكمل لهم القصة. وبعد شوية بيظهر إنهم مخبيين حاجة على ميريدا، والملك خايف يقول لها، ولكن مامتها بتقول لها على طول إن اللوردات جايين يقدموا ولادهم عشان يطلبوا إيديها. ولكن ميريدا بتتعصب وبترفض، وبتطلع أوضتها، ومامتها بتطلع فوق وبتحاول تقنعها وإنها لازم تقتنع بفكرة الجواز. وبتحكي لها عن أسطورة ملك قديم كان عنده 4 أولاد، وبسبب واحد فيهم كان طماع المملكة كلها وقعت. وبتفهمها إن لو رفضت هيحصل حروب، ولكنها برضه بترفض. وفي الوقت ده بتوصل سفن القبائل للقصر بتاع الملك فيرجس علشان يتبارزوا قدام بعض لخطوبة الأميرة ميريدا. وبتروح الملكة عشان تلبس ميريدا فستان الخطوبة، واللي بيبدو إنه مش عاجبها وضيق جدا عليها. ولكن الملكة بتتجاهل رأيها وبتقولها إن شكلها حلو جدا، وبتقولها ما تنسيش الابتسامة. بعد كده بيدخل اللوردات وكل واحد بيبدأ يقدم ابنه للملك، وكل القبائل بيتخانقوا مع بعض، ولكن الملكة بتوقفهم وبتبدأ تشرح لهم إن الابن الأكبر لكل قائد هو اللي يقدر يتقدم في المنافسة عشان يخطب الأميرة، وإن كل واحد لازم يثبت جدارته في الأسلحة، وإن الأميرة ميريدا هي اللي بتختار التحدي بنفسها. وساعتها ميريدا بتتدخل في الكلام، والملكة بتبصلها عشان تظبط طريقة كلامها، وبتتكلم بأسلوب أرقى، وبتقول إن أول مسابقة هتكون الرماية. وبيبدأوا يجهزوا للمسابقة، واللي بتكون قدام الملك والملكة والأميرة ميريدا. وبتبدأ المسابقة وبيفشلوا كل الأمراء إنهم يصيبوا السهم في المكان الصح. وبعدها بتتدخل ميريدا وبتقول لهم إنها الأميرة، وبتتحداهم إنها تصيب الأسهم التلاتة في أماكنهم، وفعلا بتنجح إنها تعمل كده. وساعتها الملكة بتتعصب جدا وبتدخلها أوضتها وبتقول لها إنها كده بتخالف القوانين، ولو ما مشيتش صح ممكن في حرب تقوم. ولكن ميريدا بتتعصب هي كمان وبتقولها إنها عمرها ما هتكون زيها، وبتقطع صورة العيلة اللي كانت موجودة بالسيف بتاعها. والملكة بتتضايق جدا وبتاخد منها السهم والقوس وبترميهم في النار. فبتتعصب ميريدا وبتتصدم وبتسيبها وبتمشي. والملكة نفسها بتتخض وبتندم من اللي عملته، وبتحاول تلحق القوس والرمح، ولكنه بيكون اتحرق بالكامل. في الوقت ده ميريدا بتاخد الحصان وبتجري في الغابة، وبتفضل تعيط، ولكنها بتقع وبتشوف الضوء اللي شافته وهي صغيرة، وبتقرر تمشي وراه لحد لما بتوصل لكوخ صغير في الغابة. وبتدخله وبتلاقي فيه ست عجوزة بتستعمل الخشب، وميريدا بتقولها إن الضوء اللي بيرقص هو اللي جابها هنا. ولكن الست العجوزة بتفضل توريها تحف الخشب اللي هي عاملاها، وبتقولها تقول رأيها فيه. وميريدا بتشوف مقاشة بتكنس لوحدها، ولكن الست العجوزة بتوقفها بسرعة وبتقولها إن ده كلام فارغ ومفيش خشب بيتحرك لوحده. وبعدها بتشوف غراب وبتلاقيه بيتكلم برضه، وبتتصدم من اللي بتشوفه، وبتقولها إنها ساحرة عشان كده الضوء جابني هنا، وإنها تصلح لها حياتها. ولكن الست العجوزة بتفضل تنكر ده، وبتقولها إنها مش ساحرة، ولو مش هتشتري حاجة تمشي من هنا. ولكن ميريدا بتقولها إنها تشتري كل التحف وعايزة تعويذة كمان، وبتعرض عليها السلسلة بتاعتها، وبتنبهر الست بيها وبتوافق. وميريدا بتطلب منها إنها تغير مامتها، وبكده هتكون غيرت مصيرها. والست العجوزة ساعتها بتغير المكان اللي كانوا فيه لمكان سحري، وبتبدأ تعمل لها السحر، وفي الآخر بتكون على شكل قطعة كيك. وبتاخدها ميريدا وبتقولها إن أكيد فعلا مصيرها هيتغير. والست بتقولها أيوة أكيد طبعا، وإن كل التحف هتوصلك خلال أسبوعين. وبتنسى تقولها عن مخاطر التعويذة،
وميريدا مش بتسألها وبتفكر، ولكن بتلاقي الكوخ اختفى. ترجع ميريدا للقصر وبتشوف مامتها اللي بتقولها انها كانت قلقانة عليها جدا وخايفة، ولكن مغيرتش رأيها في موضوع الجواز، بس عندها وقت تفكر فيه. وساعتها ميريدا بتقدم لها الكيكة المسحورة عشان تصطلحها بيها، ولما مامتها بتاكل منها بتقولها ان طعمها غريب، ونلاحظ انها بدأت تدوخ. تاخدها ميريدا لأوضتها، ولما بيشوفوها الأمراء التلاتة بيسألوها عن الرد النهائي وبتقولهم انه قريب جدا. وبعد لما بتدخل أوضتها بتنام على السرير، ولكن بتقع. ولما ميريدا بتروح تشوفها بتتصدم وبتلاقيها اتحولت لدب، وبتخاف ميريدا جدا منها. تتفاجئ مامتها وبتشوف نفسها في الخيال وبتتخض، وعشان تتأكد بتشوف المراية وبتلاقي انها اتحولت لدب فعلا. تفضل تجري في الأوضة وميريدا بتقع بالكلام وبتقول تقريبا الساحرة اديتها تعويذة غلط. بتحاول ميريدا تفهمها انه مش غلطها وانها ما كانتش عايزة تتحول لدب. واثناء ما كان الملك بيصوب على مجسم دب بيحس ان في حاجه مش طبيعيه في القصر، فبيطلع فوق وبيأمر كل الامراء انهم يطلعوا وراه. وميريدا بتحاول تقنع مامتها انها ما ينفعش تطلع كده عشان باباها هيحاول يقتلها. واثناء ما هما بيتكلموا بتشوفهم الخادمه وبتصرخ وبتجري وبيوقفها الملك وبتقوله ان في دب في القصر. وبيجري الملك والامراء، وبنرجع لميريدا اللي بتلاقي ان مامتها مش وراها وبتجري تشوفها وبتلاقيها في اوضه اخواتها، وبتفهمهم ان في ساحره حولت مامتهم لدب وانها محتاجه مساعدتهم. وبيستخدموا حيله انهم يعملوا شكل خيالي الدب. وبيفضل الملك والقادة يدوروا في القصر كله لحد لما بيطلعوا فوق السطح ومش بيلاقوا حاجة، وبيكون باب السطح اتقفل. وبنعرف ان اللي عمل كده اخوات الاميره. وبينزلوا تحت في المطبخ وبتكون ميريدا ومامتها بتودعهم، وميريدا بتقول لهم انهم يقدروا ياكلوا كل الحلويات مكافاه ليهم. وساعتها بيشوفوا قطعه الكيك المسحوره، وبنشوف الملك والقاده وهما بينزلوا عن طريق اكمشه للارض. وبعدين بتروح ميريدا ومامتها للغابه وبيدوروا في كوخ الساحره، وبعد لما بيلاقوه بتدخل جوه ومش بتلاقي حاجه، وبتفضل تفتح الباب وتقفل تاني على امل ان حاجه تتغير، ولكن الباب زي ما هو. وفجاه رجلها بتخبط في خيط وبيظهر ابريق وبيطلع منه ضوء على شكل الساحرة، وبتقولها انها راحت مهرجان الصحراء وانها مش هترجع غير في الربيع. وبتقولها انها نسيت تقولها حاجة مهمة عن التعويذة، وانها مع تاني يوم منها هتتحول من تعويذة مؤقتة لتعويذة دايمة، الا لو هي فهمت المعنى الحقيقي لجملة ان المصير يمكن تغييره. ولكن ميريدا ما بتكونش فاهمة حاجة، فبتعيد لها الجملة مرة تانية وبتودعهم وبتختفي. تفضل ميريدا تحاول تخليها تظهر تاني، ولكن الحلة بتنفجر والبيت كله بيختفي. وبتبات ميريدا ومامتها في الغابة، وبتحلم ميريدا وهي صغيرة لما كانت مع مامتها، وبتصحى الصبح وبتلاقي مامتها بتحضر أكل ولكن بتقولها إنه مسمم. وبعدها بتروح تصطاد سمك وبتشويه، وبتتفاجئ ميريدا وقتها من طريقة أكل مامتها وبتشوي لها سمكتين كمان، ولكن مامتها بتطلب تاني. ساعتها ميريدا بتقولها إن البحر عندها وتقدر تاكل منه بنفسها، ولكن مامة ميريدا مش بتعرف تصطاد، وميريدا بتساعدها ازاي تصطاد من بقها وبتفضل تضحك عليها، وبيقضوا وقت حلو مع بعض وبيلعبوا بالميه. وفجأة ميريدا بتشوف مامتها وهي بتاكل سمك ني من غير ما تشويه، وبتحس ان مامتها فعلا اتحولت لدب. وفجأة مامتها بتمشي وبتفضل ميريدا تنادي عليها ولكنها مش بترد. وفجأة بتقرب منها وبتكون عايزة تهجم عليها، ولكنها بتفوق في الآخر. وميريدا بتقولها إنها اتغيرت وكأنها كانت دب فعلا من جواها. وبيظهر الضوء اللي بيرقص وبتجري مامتها وراه بوحشية، ولكن ميريدا بتهديها. وبعد كده بيظهر الضوء تاني وبيمشوا وراه وبيوصلوا لمكان مهجور. تقع ميريدا ساعتها وبتتفاجئ من المكان وبتفهم إنها كانت قلعة ومهدودة، وبتقول لمامتها إنها ممكن تكون نفس القلعة اللي حكت لها عنها قبل كده. وفعلا بتشوف ميريدا تمثال منحوت لأربع أمراء، وفي واحدة منهم منفصلة عن التلاتة، وبتفتكر رسمة العيلة اللي هي قطعتها بالسيف. وساعتها بتكتشف ميريدا إن التعويذة دي حصلت قبل كده زمان، وتكتشف إن الأمير ده اتحول لدب بقوة 10 رجال. وفجأة بيظهر وراها دب كان موجود معاها في الحفرة، وبنعرف إن ده الدب موردو اللي هجم على باباها، وهو نفسه الأمير اللي اتحول وبيحاول يهجم عليها، ولكن بتضربه بالرمح وبتمسك في إيد مامتها وبتخرجها برا الحفرة، وبتوقع الملكة على الدب الصخر اللي موجود، وبتاخد ميريدا على ظهرها وبتهرب. وبعدين ميريدا بتحاول تقنع مامتها انهم لازم يرجعوا القصر والا هتفضل دب على طول، وانهم لازم يصلحوا الرابطه اللي استحاله قالت لهم عليها، وان هي الرسمه اللي كانت على الحيطه وهي قطعتها. وفعلا بيرجعوا القصر ولكن بيلاقوه محاط بالحراس من كل ناحيه. وساعتها مامتها بتفكر في طريقه تانية يدخلوا بيها القصر. ومن ناحيه تانية بنلاقي اجتماع القبائل وكلهم بيفضلوا يتخانقوا وبيقولوا للملك ان لازم يختار واحد منهم، ولكن الملك بيقول لهم ان مفيش ولا واحد فيهم يستحق الاميره. وساعتها بيقولوا له ان كده التحالف اللي ما بينهم انتهى. في نفس الوقت ده بتكون ميريدا ومامتها ورا الباب وبيحاولوا يلاقوا حل عشان يقدروا يدخلوا الاوضه من غير ما حد فيهم يشوفهم. وفعلا بتدخل ميريدا القاعه عشان تلهيهم عن مامتها، وبتكون مامتها بتحاول تطلع الاوضه، وبتبدا ميريدا تكلمهم عن المملكه المفقوده وبتقولهم انها اسطوره حقيقيه، وانهم لازم يكونوا قاده مترابطين، وانهم زمان كانوا بيتعاونوا ضد اي خطر بيهدد اراضيهم. وبتفكرهم وقت لما كانوا مع بعض وكان بينهم وبين الملك صداقه قويه وحب. وبتبص على مامتها اللي بتحاول تقولها بلغه الاشاره انها تعترف لهم كمان انها مش جاهزه للخطوبه، وان كلنا احرار ولازم نكتب قصتنا بنفسنا ونمشي ورا اللي بنحبه، وكل حاجه هتيجي في وقتها. وفعلا بيتفقوا القاده كلهم، وبتطلب ساعتها منهم انهم يخرجوا عشان يحتفلوا.
وبنشوف ميريدا ومامتها اللي بتكون مبسوطة جدا من اللي عملته، وبيطلعوا فوق عشان يشوفوا القماشة ويصلحوها، وبيظهر الملك وهو بيدور على الملكة عشان يقولها اللي حصل، ولكن بيلاقي أوضتها متبهدلة وكمان الفستان بتاعها متقطع، وبيفضل يدور عليها في القصر كله لحد لما بيدخل أوضة ميريدا، وساعتها بيشوف الملكة ولكن على شكل دب، وبيفتكرها إن ده الدب مورده وبيهاجمها، وبتحاول ميريدا تفهمه إن دي الملكة، وبتتخربش ميريدا وبتحاول مامتها تدافع عن نفسها وبتوقع الملك وبتهرب من القصر، وبتروح ميريدا لباباها وبتقول له إن دي الملكة، ولكن مش بيصدقها وبيقفل عليها الأوضة، وبيروح هو والجنود بتوعه عشان يقتلوها. وفي الأوضة بتحاول ميريدا تخرج ولكنها مش بتعرف، وبتاخد القماشة اللي على الحيطة وبتبص من الشباك وبتلاقي اخواتها التلاتة اللي اتحولوا لدببة هما كمان، وبيقدروا يساعدوها، وبتخرج من القصر ومعاها القماشة واخواتها التلاتة تجري في الغابة عشان تلحقهم. وفي الغابة بنشوف الملك والجنود وهم قدروا يمسكوا الملكة وبيربطوها، وبعد كده بتكون ميريدا على الحصان وهي بتحاول تخيط الصورة، وبعدين بيظهر الضوء وبتمشي وراه وبتوصل لهم، وبتشوف الملك وهو بيحاول يقتل الملكة، ولكن بتلحقها وبتطلب منه انه يبعد عن مامتها، ولكن بيقولها انها اتجننت وبيصر انه يقتل الملكة. وساعتها ميريدا بتدافع عن مامتها هي واخواتها، وفجأة بيظهر الدب مورده وبيهاجمهم كلهم وبيحاول يقتل ميريدا، واول ما الملكة بتشوفه وهو بيقرب من ميريدا بتقوم وهي غضبانة جدا وبتفك الحبل اللي عليها وبتهاجم مورده وبتوقع عليه صخرة كبيرة، وساعتها بيموت. وفي الوقت ده بنشوف ان شروق اليوم التاني بدأ، فبتتخض ميريدا جدا وبتاخد القماشة وبتحطها على مامتها، ولكن مش بيحصل حاجة، بتفضل ميريدا تعيط وتتأسف لها على اللي عملته وبتحضنها، وكل الموجودين بيتأثروا جدا. وفجأة بيجي ضوء الشمس على مكان الخياطة بين صورة ميريدا ومامتها، وساعتها بترجع الملكة لطبيعتها تاني بدل لما كانت دب، وبتفرح ميريدا جدا والكل بيتبسط برجوع الملكة تاني. وبكده تكون خلصت قصتنا، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.